السلام عليكم. اليوم إن شاء الله حبيت نوريكم طريقة عمل المعشعش. سهل وسريع وياسر بنين. المعشعش هو من الحلويات التونسية، نقدموه في المناسبات ونجمو حتى في رمضان مع قهوة رمضان. بنين برشا ومضخم. أول حاجة حضرت الشحور متاعي، خديت 3 كيسان ماء، نفس الكيس استعملته، زدت عليه 3 كيسان سكر وعصير نصف ليمونة، حطيت على الغاز يطيب. بون الشحور متاعنا ما نخلوش لين يعقد برشا برشا برشا، معناها ويختار برشا. نو وما نخلوش زادا جاري برشا، نحطوه على الغاز نخلوه يطيب. وقت اللي نشوفه بدي يختار شوية نولو نطفو عليه ونحطوه على جنب. لهنا في المرحلة هذه كيما نشوف، وقت اللي وصل المرحلة هذه الشحور متاعي طفيت عليه وحطيته خليته على جنب. تو نتعدو للفاكهة، خديت 100 غرام جرجلان، 50 غرام فستق، 100 غرام لوز و100 غرام بوفريوة. الكل حمصتهم خاطر الفاكهة وقت اللي تبدا مش محمصة ما فيها حتى طعمة. البوفريوة متاعنا بعد ما نحمصوها نقشروها. وتوا نتعدو باش نرحو رحيت اللوز مع البوفريوة. ما نرحوهمش نخلوهم بودر برشا، نو جست ما نهروشوهم شوي، معنا جست ما نكسروهم شوي وكهو. كيما نشوفوا لهني ما رحيتهمش برشا. وقت اللي نوصلوا المرحلة هذه نحوه نحطوه على جنب. كيف كيف زاد البيستاش الفستق حتى هو رحيته جست شوي دوب ما تهروش معناه شوية وحطيت على جنب. الفستق اللي يحب يستغنى عليه يستغنى، يعني استعملته جست للزينة من الفوق. الفاكهة زادة اللي تستعملوا أي نوعية متاع فاكهة المتواجدة عندكم بالكمية اللي تحبوا عليها. تو نتعدوا للعجينة، أخذت 4 بيضات، زدتهم فانيليا. نجم تستعملوا أي نوع متاع فانيليا، فانيليا سايلة، سكر فانيليا، فانيليا بودرة، أي نوع متاع فانيليا. اللي ما عندهش فانيليا زاد نجم يستعمل بشر الليمون زيست. وزدت لهني عصير متاع ليمونة كاملة، صبيت عصير ليمون على العظام متاعنا وخفقتهم. من بعد زدت الفرينة نزيدو بشوي بشوي. في العادة اني الفرينة من نقيس ما نوزنهاش، معنا ما نقيسش قداش استعملت فرينة، نمشي بالعين على خاطر سا ديبون انت ونوع انت وكبر العظام متاعك، عظام صغيرة عظام كبيرة. اما المرة هذه حبيت نقيسها لكم انا باش واحد ياخذ فكرة قداش كمية الفرينة بلوز او موا، معناها قداش باش تكون. لهني استعملت 400 غرام فرينة في العجينة تو وقت اللي عجنت، و50 غرام استعملتها في الحلان من بعد بالماكينة. معناها الكل استعملت 450 غرام فرينة. الفرينة نزيدو بشوي ونخلطو معناها نعجنو لين نتحصلوا على عجين يكون متماسك ومش كاسح برشا اما يكون شاد روحه، معناها تكون نكملو نعجنو لين تولي عنا عجينة متجانسة ومتماسكة. بعد ما نعجنوها نتعدو باش نحلو العجينة متاعنا. أنا استعملت ماكينة المقرونة. اللي ما عندهش ماكينة المقرونة ينجم يستعمل يحلها بالقلقال كيما نحلو الرشدة دياري. لهني خذيت شوية من العجينة متاعي ونحط كل مرة نحط عليه شوي فرينة باش ما يلصقش في الماكينة متاعي. وبصراحة أني كملت خدمتها بالماكينة العجينة متاعي. ما عنديش ماكينة يحاول يخدمها بالباهي بالقلقال يحلها بالباهي. يعني في كل مرة نزيد شوية، نرش عليها شوية فرينة ونخدمها بالباهي لين تولي عنا عجينة متجانسة متماسكة. لهني استعملت أكبر حجم معناه متاع عجينة كيما نستعمل المقرونة في العادة. وقت اللي نحلوها مع أكبر حجم رقم 1. وبعد ما تتخدم بالباهي نولو نصغرو لآخر واحدة ولا قبل الأخرانية. نحلوها العجينة متاعنا رقيقة، تكون ياسر رقيقة كيما تشوفوا لهني.
قصيتها معناها على 2 ولا على 3 تساعدني جست في الحلال. من بعد تعديت للبارتي وين نعملو المقارونة سباجيتي، ونعملو سباجيتي عديتها على سباجيتي. ولهني بعد نوريكم طريقة اللي ما عنديش ماكينة كيفاش باش يحلها. بعد ما نحلوها بالقلقال معناها جويدة كيما هكا. نلوها على القلقال متاعنا ونقصوها. ديما نحطو الفرينة ما بين نحطو عليها برشا فرينة باش ما تلصقش في بعضها العجينة. نقصوها كيما نعملو الرشتة الدياري. مش مهم حتى مش مهم جويدة معناها ولا خشينة، على خاطر هي بعد كي نقلوها باش تولي هشوش وباش نكسروها بطبيعتنا. معناها حتى كان ماهيش كيما سباجيتي عادي مفما حتى مشكلة. هني تعديت للعجينة متاعي حطيتها سخنت الزيت متاعي وبديت نقلي في العجينة متاعي. نحاولوا ديما نحلوا العجينة بفرشيطة ما نخلوهاش تتخبل وتلصق في بعضها خاطر تولي ما تطيبش وقتها. نحاول ديما نحلوها البلايص اللي نراهم معناها ملصقين في بعضهم كل شي نحاولوا نحلوهم بفرشيطة باش يطيبوا مبقالناش عجينة نية. نقلوا العجينة متاعنا بالباهي اللي تاخد لون ذهبي معناه باهي معناه. ونحاها من الزيت ونحطها على ورق متاع بابي سيرفيت باش تشرب الزيت متاعها. نحطها في سكتار وعليه بابي سيرفيت ونخليها لين تشرب الزيت متاعها. نكملو نكلو العجينة متاعنا الكمية الكل. من بعد لهني هذه العجينة كاملة مقلية نحاولوا نكسرها شوي بيدينا. هي جوست ما تحط عليها ايدك تدوب ما تنزل عليها تتكسر خاطرها ياسر هشة فريابل. لهني زدت الجلجلان متاعي 100 جرام جلجلان محمصة. وزدت من بعد اللوز كما نشوفوا لهني زدت اللوز والبفري والمرحيين. نحاولوا نخلطوهم بالباهي مع العجينة. ولهني زدت السيروم تاعي الشحور متاعي والله صبيت الشحور الكل وتوا نخلطوا بالباهي. نحاولوا ندخلوا الشحور معناها في المعشاشة متاعنا الكل بالباهي. نحاولوا نخلطوا من الفوق للوطة نوصلوا للبلايص الكل. وبعد ما نخلطوها بالباهي باش نحط المعشعش متاعنا في البلاتو. اني استعملت بلاتو 20/40 وملاحظة جتني عالية برشا بصراحة. اني كنت نجم نستعمل كان مستحسن نحطها في بلاتو ما اكبر شوي باش ما تجينيش عالية برشا. انتو معناه مثلا بالكمية هذه تنجموا تستعملوا زوز بلاتوات كيف 20/40 ولا بلاتو واحد يكون اكبر شوي باش ما تجيكمش عالية برشا وتعطيكم كمية اكثر. لهني زدت بشوي. نحاول ديما نرصه بالباهي باش تجينا عجينة باش يجينا المعشعش متماسك. لهني حطيت الشطر الاول وبعد الشطر الثاني زدته شوي بيستاش جوست هكا للمنظر والزينة حبيت نحط له شوي بيستاش فستق. كملت حطيت المعشعش الكل متاعي الكمية الكل في البلاتو. ونحاولوا نحلوها بالباهي ونرصوها بالباهي زادة. نأكد ونعاود على ان نرصوها معناها ننزلوا عليها بالباهي باش تجينا متماسكة. لهنا حطيت بقية الفستق متاع الكل. الفستق تنجموا تستغنوا عليه اني استعملته جست للزينة لا اكثر ولا اقل. ومن بعد خديت ورق طبخ وحاولت اني نرص بالباهي معناها ننزل عليه. تنجموا تستعملوا كيس كما استعملت اني تنجموا تستعملوا كان عندكم مسطرة صغيرة تنجموا تعدوا بالمسطرة صغيرة تنجموا المهم ننزلوا عليها بالباهي باش تجينا متماسكة وشادة بعضها تجينا كومباكت. لهني بعد ما رصيتها بالباهي باش ندخلها للثلاجة الفريجيدير نخلوها حكاية ساعتين 3 4 ليلة كاملة كما تحبوا. ومن بعد نخرجوها ونقصوها الحجم اللي تحبوا عليه. ومن بعد نحطوها في ورق تقديم ولا نحطوها نقدموها كما نحبوا.
آه، أني بصراحة قصيتها كبيرة برشا، مرقة مرزاقة. تنجموا تقصوها أحجام اللي تحبوا عليها، بالطريقة اللي تحبوا عليها. سهلة كما شفتوا وياسر بنينة، بخاصة تو في رمضان. مع قهوة مع قهوة في الليل، مع قهوة عربي، ياسر بنينة. جربوها إن شاء الله ما تندموش. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو و... وإن شاء الله ملتقانا في فيديوهات أخرين. ما تنسوش تعملوا جيم، واللي مش مشارك في القناة متاعي يعمل انسكري. وملتقانا في فيديو آخر إن شاء الله يكون عجبكم، وتاكلوا صحة وبشفي. سلام.